السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا حبايب قلبي. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل معاكم طريقه الباميه، بس حصلت دلوقتي كارثه. ايه اللي حصل؟ احنا جينا بصراحه البصله جينا ارجعوا ورا شويه. تعالى ارجع لورايا. ايه اللي حصل يا جماعه؟ جينا بصراحه ربنا نعمل، حاطين طبعا هنا احنا هنعمل باميه يا حبايبي، ماشي؟ باميه مفرزاها اهي عندي كانت في الفريزر، تمام؟ فجينا نعمل طبعا ايه الباميه. ايه اللي حصل؟ قلنا هنعمل الباميه دي باللحمه. فاللي حصل في جيت اعمل اللحمه، لقيت اللحمه يعني ايه؟ اوستيك. ايوه كانت عندي في الفريزر، فجيت اعملها لقيتها ايه؟ بوفتيك. صح يا رب، برافو عليك. تمام. جدع، لا شاطره، عارفه الاسم كويس. تمام يا جماعه. فعملنا ايه؟ فاضطرينا بصراحه اختي ربنا يبارك لها يا رب، راحت عملت ايه؟ راحت جابت لي فراخ، مسكناها طبعا غسلناها، حطينا لها دقيق وليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيق وليمون وملح وغسلناها حلو، ورحنا جبنا فرخه. كل اللي احنا ضربناه احنا جبنا فرخه من بره. الفراخ نار يا جماعه. انت جبت بكام؟ ب 92. ب 92 جنيه كتير. طبعا ايه المفروض، انت عارفه انا عدانه خطوه، كنت بحب احط الباميه الاول بديها تشويحه كده، فايه طبعا هي الانبوبه اللي عملتها معانا بقى، الانبوبه اللي عملتها معانا. الانبوبه ولما رحت جبت الفرخه هو ده اللي عمل القلبات. جماعة طبعا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات جديدة وحلوة. وشكرا على التعليقات الجميلة اللي بتجيلنا، ولو حد نفسه في حاجة يقولها لنا. بالله عليكم بالله عليكم، حد عنده عسل؟ كلكم عندكم طبعا ولاد زي العسل وبنات عسلات زي دي كده، بس شفتوا النصيحه، شفتوا الشطاره يا جماعه؟ عشان خاطر يا بقى الحاجات اللي هي قالت لكم عليها ما تنساوش فيها، انكم انتوا تدعمونا قناه لسه جديده وتعملوا لنا اشتراكات ولايكات كتير. طبعا انا كنت نفسي في جزرايه، وكان نفسي هنا طبعا احط قبل ايه؟ كان في ناقص شطايه جزرايه. لا دي للفرخه، تمام؟ فعشان طبعا البيت لسه ما فيهوش حاجه يا ام احمد. شويه ايه؟ لا بس بالحق. يلا. طبعا احنا هنسبكها هنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا احنا هنا حطينا ايه؟ حطينا بصلايه. بس كنت عايزه اديها صح من الاول في التومه، بس طبعا اللخبطه اللي حصلت ايه؟ الحمد لله. كل مره بيحصل لخبطه بس تمام. لا المرة دي لخبطة كبيرة عشان الأنبوبة. هات التوابل اللي بقول في حاجه ناقصه. طبعا هنا في حته عود قرفه كده لما بتبقى اللحمه بتبقى جميله. طب استني دي المعلقه هنا بقى. بصي يا حبايب قلبي ايه؟ طبعا هنا فلفل اسود اهو، تمام؟ وانا كنت حطيت الباميه، كنت حطيت معاها مع الثوم، عشان حطيت الثومه كنا المفروض حطينا شويه كزبره ناشفين كده، تمام؟ دي طبعا حاطه برده ايه؟ بهارات انا حطاها عاملاها زي 7 بهارات، بس انا جايبه كل حاجه يعني ايه؟ زمال وحبهان وعاملاها في الكب عندي في البيت. وادي الملح، ادي الملح اهو، لو عايزه ملح انا هحط لها تاني. خلاص دي بقى ايه؟ الفراخ انا كنت عاملاهم هنا. الله على الريحه، الله على الريحه. عارفه لو فوقها شطه بجد هتبقى جميله. الله على الريحه. ايه الحلاوه دي؟ كنت عطت لي الباميه صدمه الاول في التومه. التوابل فين هنا؟ الله انا طبعا بصي ده لسه انا كمان. حطيت، انا قلت لك حطيت ايه؟ طماطمايه. انت لسه حطينا شفت بصلايه. حاجة؟ انت ايه هيجي بس طبعا ايه؟ فلفل اسود اهو، وبرده هنا برده كانوا 7 بهارات يا جماعه للفراخ. اللي عندكم حطوه بقى يعني ايه كده، بس التوابل بتاعت الفراخ. كل واحد ايه بشطارته، التوابل اللي بيحبها. كل واحد بقى على حسب. حسب بيحب ايه؟ انا بحب ادي الفراخ يا جماعه كده الاول صدمه بصراحه. بتبقى جميله وريحتها جميله يا ام مروان. ايه؟ بتبقى جميله. نفسي والله. مشيتي لقدام؟ ريحتها جميله وطعمها جميل. انا طعمها نفسي حلو. والله تشموا الريحة. كل واحد بقى له طريقه كده، بس انا بحب ايه؟ وساعات بقى يعني فاهم قصدي لما يكون فيه ورق لوري وحاجات وكده انا وحضارات. حاسه ان هينبهروا لو شموا الريحة. والله تسلم ايدك يا ماما. اشتركوا لنا في القناه يا جماعه وشجعونا. بس خلاص كفايه. ايه مش كل ده احنا عاوزين هنا نولع على الرز عشان الفيديو ما يطولش. الرص انا كنت بشوف ثواني. كام دقيقة. 4 دقايق. ثانيه واحده. بص انا كنت بحب يعني ايه؟ لو خلصت كده سيب الرز، سيب الرز. هوريها لك مرة. بس هدوم يا كل كمان الرز مثل يا ربي يطلع منها كده حركات عسل. يا حركاتك يا تريكاتك يا شيف حسن. يا شيف مروان. طبعا انت اللي عليك السلطه، ماشي؟ انت اللي عليك السلطه. ايوه انا اللي عليا بس السلطه. ما جبناش خيار، هنعمل سلطه وفيها اكله وفيها اسمها ايه؟ برضه ما فيش شطه.
خلاص كده كل ما كناش حاجه. عاملين حسابنا عايزين نجودي علمينا عليها. اكتر حاجه انت بتحبيها. حياتي امسكوا عنك. علمينا اكتر حاجه انت بتحبيها يا سيدي. طب خلاص سيبي خالتك سيبيها. بصي ورينا اشرافك. اشرافك اللي عاملين لنا من ورا عاملين لنا فرح يا باشا وعاملين لنا معلش يا انا جماعه عارفه اشراكت بعبطه ليه كده بتعيط كتير. صح؟ ربنا يهديها. اشرفت بتحب الدوشه وش قوي. طبعا اللايكات اهم حاجه، انزل حط اللايك. ايوه قال لي اي حاجه بالظبط انزل كده. حط اللايك. كلمني يا يوم. ايه؟ طبعا انا نفس الغطا يا جماعه ونحط ايه انا على الفراخ حاسه كده دقيقه انا نفسي والله نفسي تشموا ريحه الاكل ده بصي الفراخ باينه هنا في الغطا ده. طبعا انا ايدي هنا في اي حاجه عندي على طول فرطور، يعني اي طبق وسخ. الصوت جاي معاكي حلو؟ في حاجه في حاجه تانية معاكساكي؟ قولي. الفت النظر. المطبخ عندنا حر يا جماعه، بس انتوا اللي هتدبسوا في السلطه يا عسل. اي حاجه طبعا هنا بتبقى وسخه على طول كده، ايدي فيها في الحوض على طول يا جماعه. لا ده كده احسن حاجه، ما بتخليش حاجه وراكي وسخه. يا جماعه اللي عليك يا ام مروان، ريحه الاكل حكايه. ريحه الاكل تحفه. بألف هلا وشفا يا رب، بألف وشفا. خلي بالك احنا النهارده ايه معاه ده، بس العبايه النهارده بتاعتك قامت بالواجب وزياده. بالواجب والزياده. شكلها حلو عليك. ايه؟ شكلها حلو والله؟ تسلم ايدك يا تسلم خالد. زياده ما بتقولي. اعمل ايه طيب؟ احط هنا ميه سخنه يا جماعه. اوكي؟ بس صراحة يا جماعة العباية اللي اخدت جايباها بصراحة شكلها حلو، تحسها كده انها طبعا انا ماليه الميه هنا وركناها، بس دي كانت ميه سخنه بصراحه. على فكره انا عندي كاتب بيصلح عند الراجل عشان احنا في الفيديو. عادي ما هم طبعا يا بنتي هم ايه؟ يشاركونا خلاص احنا هم بيشاركونا، هم اخواتنا، هم اهلنا، هم كل حاجه، فمفيش حاجه بتستخبى عليهم. احنا جايبين اكتر من احنا كده جايبين المطبخ. وادعوا ربنا ينصر اخواتنا في غزة يا رب. يا رب ينصرهم يا رب ينصرهم يا رب والله. ربنا يحفظهم وربنا ينصرهم يا رب. تلاقي النبي يا رب ويرحم امواتهم يا رب، امواتهم المسلمين يا رب. ربنا ينصرهم يا رب. ربنا يحفظ اهل مصر وبره مصر وجوه مصر يا جماعه، وعاملين السعوديين. والوطن العربي كله يدعمنا. مروان بص المطبخ ايه؟ المطبخ حر. مروان مجهز عارف ناس هو بس كتير الناس مروحه، ان هو ما فيهوش شباك ولا مروحه. مش كتير قوي. امم انا ساعات يطلع وساعات لا. جماعة أهم حاجة اللايك. أول كده ما تكونوا قاعدين بتقلبوا تشوفونا حطوا اللايك. اشتركونا في القناة وفعلوا زر الجرس. ايوه اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي وشجعونا. طبعا انا هعمل ايه؟ هنا هعمل لهم شوط رز. السوق لسه بتغلي. ايه؟ هعمل شوط رز بشعريه طبعا يا حبايبي، لازم رز بشعريه. احنا كنا عاوزين نعمل بصراحه غطي يا يارا، كنا عاوزين نعمل ايه؟ كنا عاوزين نعمل رز بتاع باميه باللحمه. لا لسه ما طبتش يا يار، لسه ما قلت لك استوتش. انت عارفه ليه؟ عشان ناخد الشوربه. بس احنا يا جماعه بنعمل هنا الشوربه ونحطها للرز. ناخد يعني نعمل الشوربة نحطها في الرز نحطها في الرز والرز بشعرية. يطيب ويبقى حلو ويبقى مسلي. على انه رز بشعريه ده ما حدش ايه بيعمله اللي كتير، عاجبك بس احنا ايه اللي عاجبك في بنحبه. القصه دي؟ يعني ايه اللي دي مخليكي سر حياتي. ان انت تطلعي القصه دي؟ انت شعرك جميل اصلا، على فكره شعرها جميل، بس هي بتحب الوسط. بتحب القصه الصغيره دي، مش عارفه ليه. جنس العين عنها، انا شعرها قصير. جنس العين عندك؟ ده بيغلبني بيطلع عيني. ما حدش بيطلع عنها. محدش يعرف في الحقيقة بيعمل ايه. حط لنا لايكات يا حبايب قلبي، بيدعمونا كده واعتبرونا اختكم، وانتوا اهلي وناسنا واخواتنا واخواتي الكبير والصغير. احنا لسه حاطين في دي واخ اهم حاجه اللايكات يا جماعه، ما تنسوهمش. ووصلونا ل100,000 اخ واخت. ما تنسوناش يا أيوة. جماعه، ما تنسوناش في اللايكات يا جماعه، اهم حاجه اللي هي الاشتراك. الاشتراكات. خالتي يا محمد الحلاوه دي. خالتي اول مرة تصور فعشان ده اول وهي مرة اللي بتصور ما شاء الله. خالتي عشان اول مرة بتصور عشان خاطرها بصوا بقى طبعا حط حطيت اللايك. البني هنا ايه؟ عشان خاطر يا جماعه تحطوا لايكات النهارده تفرحوا. فكرهم زر اللايك. عشان هي اول مرة بقى تصور عشان طب هي اول الله على الباميه، الله على الباميه وعلى بالله عليك ريحتها. لا تقربي كده، بالله عليك لا تقربي كده. الله الله اهي بصي يا جماعه اهي. الله. يا جماعة عشان طب خالتي بتعوقي اول فين يا اللي بتعوقي؟ ده يا بنت ما شاء الله كده. بص الدنيا خيالك، مفيش حاجه مفيش حاجه هايشه عنك، مفيش. اسكتي يا اشرف. لما خالتي اول مرة تصور ماشي
عاوزه احط لها واحده شوربه مرقه كده. للحمه؟ مفيش لحمه بقى. للفراخ. للباميه. للباميه هو اصلا مش ان هي كانت فيها لحمه امم. وجابها ما حصلش نصيب. يلا خير 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 باذن الله يا رب. خير اللهم اجعله خير. طبعا انا هضيف لها دي كده يا جماعه من عندي وهتديها ايه طعم حلو. والله هتاكلي العلقه. بصي خلاص عشان ما اطولش عليها. يلا بقى مش هنطول عليكم يا جماعه، احنا بس هنعمل رز بشعريه معاكم. انا عارفه المفروض في ناس هتقول طب كنت كملتي وبتاع، بس انا مش عاوزه اطول عليكم اكتر. طبعا انتوا عارفين انت هنحمر الشعريه وبعدين نحط عليها الرز، وبعد ما نحمرهم الاثنين هنروح مزودين الشوربه وحاطينها، والفراخ طبعا ايه هتستوي يعني، وهنروح محمرينها وهنتغدى بقى معاكم بقى. عشان ما اطولش عليكم. صح. بس أنا عندك البداية. واشترك في القناه